دخلناش مزيان في الماتش، واخا جاونا دي سيتوياسيون اللي كنا بروميير ميطون نقدروا نماركيو مع امين عدلي لي سونت مع بدي، ما قتلناش الماتش. لازم نضغط يلا عدلي، سير يا عدلي، هي فقنا ملي ماركاو، شفنا الوجه ديالنا اللي بصح دفعنا تجات بينالتي. اشرف يتلقى الاشاره، حكيمي واش اخويا معاكم البوكا في قناه مروج. الموض اليوم عيان ديال بصح، ما كنتش كنتمنى يجي شي نهار نكون بهذه الحاله هذه ولا كندوي معكم في شي فيديو بهذا الموض هذا. الحمد لله على كل حال، البطوله سالت بالنسبه للمنتخب الوطني، وبالنسبه لي حتى انا سالت. ما كنحملش نتفرج شي بطوله من بعد ما كيخرج المنتخب الوطني. عمرني تفرج في شي بطوله يتقصى المنتخب، حيت فريمون كنزيد نتحسر اكثر وقت ما شفت شي مباراه ولا شفت شي لقطه ولا شي لعيبه بحال هكا كنقول خصنا نكونوا هنايا. اي فيديو ديال اي ماتش خسرنا فيه ما كنحملش نتفرج. الماتش ديال كاس العالم ضد ايران، الماتش ديال فرنسا عمرني عاود، الماتش ديال مصر في 2017 في 2021، الماتش ديال البنين تسولني عليه نقدر ما نعرفش فيه شي لقطات واش طرا ولا ما طراوش. تقدر تسولني عليه ما نحملش نعاود لك عليه شي حاجه، ولا نقدر ما نتفكرش شي لقطات دازو حيت عمرني عاودت هذا الماتش. مقابل الماتشات اللي كنكونوا فيهم مزيانين، مثلا بحال الماتش ديال البرتغال واخا خسرنا كنا مزيانين، الماتش ديال اسبانيا تعادلنا كنا مزيانين، الماتشات ديال العالم الاخيره كاملين عاودتهم، الا الماتشات ديال فرنسا في نصف النهائي، الا الماتش ديال فرنسا في النصف، والماتش ديال الترتيب ضد كرواتيا عمرني عاودتو. نرجعوا لكاس افريقيا، اوليمان مع هاد كاس افريقيا، والله الا اوليمان، حيت عقدت امال كبيره على المنتخب الوطني، وكنت كنقول ان راه وقتنا جا، وصلنا للزمان ديالنا بالضبط نديوها، ولكن نمشيو مزيان. حتى الا تقصينا ولا خسرنا مثلا نتقصاو مع شي منتخب اللي واعر لعب علينا الكره، وما نتقصاوش بنفس السيناريوهات اللي تقصينا بهم من نهار عقلت على المنتخب. في هذا الفيديو هذا غنطرقوا بزاف ديال البلانات طراو في وسط الماتش، قبل الماتشات ومن مساله كاس العالم. لا فيديو هذا غنطرقوا بزاف ديال النقاط، وغادي نهضروا على المسار ديال وليد الركراكي مع المنتخب من بعد كاس العالم حتى لهذا الماتش اللي خسرنا فيه، وغنشوفوا المسؤوليه لمن هذه نحملوها. غادي نناقشوا ونشوفوا المسؤوليه لمن هذه نحملوها. شكون كيتحمل المسؤوليه ديال الاقصاء؟ واش غنقولوا حكيمي ضيع بيلانتي والتقصينا؟ واش غادي نقولوا الركراكي دخل مزراوي وكسر لينا لورجو وتماركا علينا؟ واش سي موسى الحباشي ما دارش تحليل مزيان؟ المنتخب ديال جنوب افريقيا كاينين بزاف ديال التساؤلات كاينين في دماغي وكاينين في دماغكم كاملين، كتقولوا كيفاش طرا تولينا خارج المسابقه. الا كنتي من عشاق المنتخب الوطني بين قوسين ديال المونديال، غادي يجيك بزاف ديال الحسره وغيجيك بزاف ديال الحوايج ما غيعجبوك، عمرك حسيتي بهم اول مره كتحس بهم. علاش؟ لانك انت غادي تكون واحد الشخص عشتي الحوايج الزوينه مع المنتخب الوطني. المشجعين ديال المنتخب الوطني بحالي انا طيب قلبي طايب. ندخلوا للفيديو نناقشوا البلان من الاول حتى الاخر، باش انا غير مروجه ومطلعه وعطيتكم بزاف ديال النقاط اللي طراو وسط الماتش قبل ما يبدا الماتش. قلت لكم انه راه غادي يلعبوا بزاف ديال الكواري مورا الظهر ديالنا، وفعلا لعبوا كره وحده ولا جوج، وحده قداو فيها الغرض تماركا فيها البيت. واش انا قبل المقابله قلت لكم باللي غادي يتم السحب ديالنا؟ واش انا قلت لكم قبل المقابله راه غيديروا لنا ديال السحب ديال شي لعاب وغيلعبوا لك كره مورا ظهرك وغادي يماركيوها، ولا غادي يديروا واحد المحاوله اللي صعيبه قبل ما تبدا البطوله؟ وانا كنقول لكم ان نقطه الضعف ديال المنتخب ولا ديال لاكسات بجوج، لا سايس لا اكرد هو اللي لعبوا لهم الكواري مورا ظهرهم صعاب بزاف كيمارك. لا حتى تاريخيا اكرد كنعرفوا هذا هو نقطه الضعف ديالو، وسايس وكذلك. بلان ديال السحب داروا لاكرد بالضبط، سحبوه من هذيك المنطقه ديالو، تلعبات الكره بات الكره في بلاصتو ومشات تماركا. والسبب الثاني وهذا البلان هذا سي وليد الركراكي شافوا ضد الكونغو، داروا للشيبي تماركا علينا البيت بنفس الطريقه ديال هذا الماتش هذا. تم السحب ديال اللاعب ومشاو قضاو الغرض في المنطقه ديالو، ما لاعبينش بواحد الخطه ديال رجل لرجل. دايرين البلان اللي دايرين حنا في الخطه ديالنا هو ديال المنطقه، يعني كنمشيو كاملين وكنجيو كاملين. ما يمكنش لعاب كاكرد تسحب بهذيك الطريقه البسيطه، واحد اللاعب يدير الطق يخرج وتتبعو انت، ولا تعطاه الكره وتمشي تتبعو وتخلي بلاصتك خاويه اللي غادي تضرب فيها الكره. دارت لينا ضد الكونغو تماركا علينا، تم السحب ديال الشيبي، مشاو بالكره تباصات تماركا بنفس الطريقه. سمحوا لي بزاف كنهضر بهذه الطريقه هذه وكنهضر مع فريمون تنهضر مع اليوم راه ما مشيتش للخدمه كاع بسبب هذا البلان هذا ديال المنتخب.
داروا بزاف ديال الاخطاء في الماتش. انا غنحاول نركز على وحده بوحده. سيروا معايا على العقل ديالي. الكره ديال البيت املاح كيريكيبيري. تخيلوا معايا الكره كاينه في المنطقه ديال املاح متكي كيريكيبيري، كيحاول يسترجع الانفاس. الكره باغا تلعب، كره مهاجمين، املاح متكي على الركابي ديالو، يحاول يريكيبيري ويسترجع الانفاس ديالو. ما عرفتش واش الضغط، واش ماتش كبير، واش الرطوبه، واش لافريك، واش كوب دافريك، واش على العاتق ديالهم بزاف ديال المسؤوليه، تساؤلات كثيره كطرح، والله ما تلقى لهم الجواب. البلان الثاني كيف ما قلت لكم في الاول، واش اكرد انت لاعب كتلعب في بريمير ليغ، واش في نفس اللقطه ديال الهدف اكرد دار واحد الخطا كبير. انت كتلعب في بريمير ليغ، كتلعب على واحد المستوى عالي، الكره كيف غادي تشوفها غتعرف واش غتوصل لها ولا ما غتوصلش لها. عرفتي راسك ما غتوصلش لها ما تخرجش لها. حتى الا وصلتي معطل كدير الخطا. اللعابه الكبار، المدافعين الكبار، انا هادشي باش كان كيعجبني بالعطيه، كان الكره الا بعيده عليه كيدير الخطا، كيشد الصفره وما يتماركاش علينا البيت. الخطا الثالث اللي دار في الهدف هو المزراوي. الكره ملعوبه والناس مركزه، وسيس باغي يخرج باش يخلي السيد فلورجو، والمزراوي مريح ساهل. ولكن شنو اللي كيجيب هادشي؟ عدم الجاهزيه ديال واحد اللاعب. مثلا في 2021 تماركا علينا البيت بنفس الطريقه، ماشي بنفس الطريقه بالضبط، ولكن ديال كسر التسلل. لاعب مغربي ما لعبش 4 ديال الشهور، منير الحدادي، وفي مقابله ديال مصر دخلوا المدرب كان في حاله سهو. تلعب كورنين هو ساهي، طاكا الجول صلاح ماركا. كاين شنو اللي كيدير هادشي؟ راه هو ان واحد اللاعب ما عندوش جاهزيه. واحد فينا كان كيدير واحد المهنه ولا كيدير شي حاجه، مثلا فاش كيكون مولف كيبقاش يفكر بزاف، ماشي بحال واحد الشخص جديد على واحد الحاجه ولا بعد عليها مثلا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ما كيديرهاش. فاش كيجي يعاود يديرها يحس براسو انه كيفكر بزاف، كيفاش غندير هذه ولا ما نديرش هذه، ويقدر يسبق شي حاجه على شي حاجه. ولكن الا كنتي كدير واحد الحاجه يوميا كتبقاش تفكر، كتولي كديرها تلقائيا. والبلان الاخير هو ان وليد الركراكي هذا الشيء غيكون في راسو. ما يمكنش انا كما قلت لكم غير مروجها، غير مطلعها وكنضحك وكنجمع وكذا وبحوث كثيره باش كنناقش معكم هاد الفيديوهات، وفي الاخير كنجيب لكم تحليلات ونقاشات كيطراو وسط الماتشات. وليد الركراكي عنده 2 ديال المساعدين المدرب، هذاك الحبشي عنده تقريبا هما شي 3 ولا 4 ديال محللين الاداء. طاقم كبير وما يعرفش هاد الاخطاء اللي داروا علينا، ما يقشعش هاد الاخطاء قبل ما يبدا الماتش. انه راه غيضربوا لكم كره هنا، غنترينيو عليها، نخدموا عليها باش ما يطراش لينا كما طرا لينا ضد الكونغو. الوليد الركراكي شد المنتخب قبل المونديال ب3 شهور، وجدوا مزيان، بريبارا، دخلنا لا كومبيتيسيون ديال كاس العالم، لعبنا مزيان، بين واحد اللمسه ديالو. من مورا كاس العالم ما عمرنا لعبنا شي ماتش مقاد، غير الماتش البرازيل عمرنا لعبنا شي ماتش بنت فيه اللمسه ديال الركراكي. واش ما يمكنش انت عام و4 ديال الشهور وانت كتبريباري في المنتخب وما تلقاش حلول تقنيه ولا حلول تكتيك ولا حلول في شي لعيبات بحال هكا؟ ما يمكنش. البلان الثاني في هذه النقطه هذه هو ان الركراكي غير كل شيء الا التشكيله ديالو ما غيرهاش، غير كل شيء. انت بتخلي هذيك التشكيله خويا قلب على حلول ليها وسط الماتش خصنا يكون عندنا حلول. دلتيش التشكيله ديالك خصك تلقى حلول وسط الماتش. ما نبداوش نشوفوا، انا راه قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل لي شونجمون واللي تحافظوهم. حنا مثلا نصيري القوه ديالو هي بريسينغ ضرب بالراس، فينا هو هاد البريسينغ وضرب بالراس. علاش؟ الناس نصيري فاش كيجي للمنتخب دابا كيجي هو ضامن بلاصتو. شي كفره اللي تماركات علينا نصيري بقى واقف، نصيري دار هيك اكرد طلع فوق منه وطلع فوق نصيري حتى واحد ما غيلاحظ. اللعابه ديال الصنداونز سيرتو اللاكسات ديالهم والكارديان، قلت لكم قبل الماتش خاص نصيري يدير عليهم بريسينغ، خصو يضغط عليهم. الا ضغط عليهم غيديروا فالطات وغادي يمارك. هما هي اللعابه ديال اللوي هاسرغات ودوك الطرويجه ما تيلعبوا لا كره لا والو، وربحوا هاد الصنداونز. تكون منها 2 لاعبين ديال جنوب افريقيا. ندوزو للبلان ديال بيلانتي اللي كيبان ليه هي جزء من الاجزاء الصغيره ديال الماتش. واخا انا ما كرهتش شي واحد يقول لي باللي المدرب هو اللي قال ليه شوت بيلانتي يا سي حكيمي. علاش؟ لان حكيمي انا كنعرفو شخصيا وكنتفرج فيه سنوات وكنتفرج فيه قبل ما يجي للمنتخب. ان القوه ديال حكيمي ماشي في هادشي، ماشي في لا تكنيك. حكيمي لاعب متكامل من واحد الناحيه، وعنده ضعف. من نقاط الضعف ديالو هو انه راه ما تيكادريش، ماشي واحد اللعاب اللي تقني في رجليه. راه السونطريه ما كاينش كيديرها. حكيمي فاش كنتفرج فيه انا في الرياض وفي دورتموند راه السونطريه ما كيديرهاش. راه ما يمكنش. الناس اللي تفرجوا في كاس العالم كنهضرش معاكم، حكيمي بيلانتي ضربوا ضد سبليون بانيلكا، نساو هذاك حكيمي. قال لهم المدرب ديال باري ما عرفتش شنو هو بالضبط، قال لهم نشوف انا بيلانتي وما نعطيهش لحكيمي. حكيمي كنعرفوه انه لاعب عنده واحد القوه بدنيه رهيبه، كيجري فيزيكمون مزيان، كلشي هادشي مزيان. ولكن بيلانتي لا، الكعبي مزيان، حارث مزيان،
الكعبي نعطيها ليه حاري صيباري وناحي املاح نعطيها. شتي المرابط تكنيسيان على حكيمي في رجليه. شتو المقارنه ديال المرابط مع حكيمي؟ احسن منه اقرد، احسن من حكيمي في رجليه. راه شوف بيلانتي نورمال يتزقل. في نهار البنين ما تقلقش انا على بيلانتي، حيت عارف ما درنا حتى لعبه كانوا هما احسن منا البنين، زيروا لنا جنابنا. حكيمي ما كانش خصو يشوط بيلانتي. قبل ما يشوط حكيمي كنقول شكون غيشوط هاد بيلانتي، شكون بيشوط بيلانتي. تنقول لهم في القهوه قال لي الدري الكعبي راه مزيان. فكرت بيلانتيات ديال الكعبي مع الوداد وانا نقول راه مزيان. واحد الوقت بان لي حارث، قلت حارث كيشوط مره في مارسيليا، يبان لي حكيمي، قلت لا ما يمكنش. وحق الله اقسم لكم بالله الا تكيت على الزاج درتها وهي تبان لي ضربات في العريضه والله ما تحرك. اقسم لكم بالله ما تحرك حيت كانت متوقعه بالنسبه لي. حنا خوتي عزيز علينا المنتخب الوطني وما غنساوش خيره وما غنساوش الحوايج اللي عشنا معاه مثلا في قطر، ما غنساوش هادشي. حنا عشاق ديال المنتخب ما غنساوش داكشي اللي عشنا في المونديال، داكشي اللي شفنا كيفاش بدلنا العالم الفكره، كيفاش بدلنا لجميع المغاربه الفكره، ما غنساوش هادشي. حنا ماشي رطبين لهذيك الدرجه ان دزنا من مراحل كثير. حنا في 2008 ربحنا بخمسه في الماتش الاول وتقصينا. 2006 تعادلنا 3 ديال الماتشات وتقصينا. انا كنتفرج في المنتخب من 1998 وانا كنت في اول ماتش والان اول كومبيتيسيون عقلت عليها هي كاس العالم ديال 98. تفرجنا في المنتخب رباح الماتش الاول وتعادل وخسر وتامروا علينا وتقصينا طايب لينا قلبنا بالنكسات. هاد النكسه اقسم لكم بالله الى اقل ضررا من النكسه ديال كاس العالم ديال 2018، اقل ضررا من 2017 ضد مصر والبنين في 2019 ومصر في 2021. هذه اقل ضررا بالنسبه لي. ما عرفتش علاش، والله ما عرفت علاش. البارح فاش صار الماتش بقينا مجمعين واحد شويه صافي، قلت لهم الدراري يلاه حنا مشينا جبنا واحد الدوره نسيت. دابا فقت الكتابه ديالي لهذا الشيء اللي طرا، كنكتب السكريبت لهذا الفيديو هذا كنحس بهذوك الاحاسيس الخايبه، ولكن انا عارف ان هذه اقل ضررا على هذاك الشيء اللي فات. وكيف ما قلت لكم بالنسبه لي انا البطوله سالت لهم النهايه. ما غاديش نتفرج باقي في شي ماتش ولا غادي نتولى على شي ماتش، لانني كنت كنستمتع بحضور المنتخب المغربي. من مورا هذه راه ما كاينش شي ماتش اللي غنتفرج فيه، ولا حتى الا تفرجت في شي ماتش راه غادي نمشي نجلس عادي، ولا جابني هي الوقت في القهوه غنجلس نتفرج. اما باش نمشي نتفرج ونتولى على شي حاجه بحال هكا ما كاينلاش. خوتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما كنتش كنتمنى انني غادي ندير فيديو بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه ديال الهضره، كيفاش كنهضر كيفاش معصب. سمحوا لي بزاف اخوتي. نتمنى فيديوهات اخرين غنناقشوا بزاف ديال البلانات. القناه ما مخصصاش غير المنتخب الوطني، مخصصه بزاف ديال النقاشات. غير هذا الوقت هذا راكم عارفين اي واحد كيتفرج وكيتصنت للمنتخب كيحاول يعرف الاخبار ديالو. حاولت نبارطاجيها معكم بطريقتي، انني من عشاق المنتخب الوطني سنوات وانا كنتفرج فيه وكنديبلاسي معاه وكيعجبني نتفرج فيه. وكنت كنتمنى ان المنتخب يوصل لنصف النهائي باش نمشي لابيجان نتفرج في النصف ان شاء الله والفينال. ما سمحاتش ليا الاقدار انه باش نمشي. ان نتوما الناس اللي ما عارفينش انني راه عندي قناه اخرى كندير فيها فلوغات. كنت في الفلبين وبالي، في بالي في سبتمبر اللي فات. وقعوا لي بزاف ديال البلانات، خسرت بزاف ديال الفلوس، مشاو لي بزاف ديال الفلوس في التصافيره. ابار على داكشي اللي خسرت في التصافيره مشى لي تليفون وكاميرا. فاش رجعت حاولت نشري تليفون، حاولت نشري كاميرا، مازال ما شريتش الكاميرا. الله كنجمع ليها. كنت معول انني في هاد ابيجان هادي ان شاء الله نبقى فهمتي، نبقى في الخدمه خدام حتى توصل النص ولا شي حاجه غنشري كاميرا وغنطلع لابيجان. كوما طراش هاد البلان كنت غنكون في ابيجان حتى لدابا. هاد الفيديوهات هادو كنت غنديرهم لكم من ابيجان، من سان بيدرو، من بلبلوها تما مع المغاربه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. استمتعنا بالمنتخب الوطني واخا تعصبنا، استمتعنا بكوب دافريك، المقابلات الواعره اللي داز، وباقي كنرشحها لنا احسن كوب دافريك عبر التاريخ، لان دازوا فيها بزاف ديال المقابلات واعره، دازوا بزاف ديال المفاجات اللي ديال بصح. ان البارح ما صريح معكم، البارح ما كناش كنستاهلوا. البارح باش نكون صريح معكم، البارح ما كناش كنستاهلوا نربحوا. حتى الدراري صحابي من مورا فاش ضيع حكيمي البيلانتي قلت ليه ما يمكنش تضيع 4 ديال البيوت وتزقل البيلانتي وتتبغي تطلع، راه لا يمكن. زاد مورا الحمراء، زاد مورا جوج، صافي اوليمان سال البلان، سالت كوب دافريك. بالنسبه لينا ان شاء الله غادي نطمعوا 2025. حنا ديما بوزيتيف، ديما كنبغيو الخير، كنشوفوا الخير
كنشوفوا لا في اون غوز كما تنقولوا. ان شاء الله باقي الاولمبياد، باقي الكوب دافريك ان شاء الله 2025، باقي كاس العالم في امريكا ان شاء الله. الله يستر لكم اخوتي كاملين كاملين كاملين، وبيس لكم.